قناة أخبارك ترحب بكم ونتمنى عمل اشتراك في القناة ليصلكم دائما هناك احتمالا كبيرا تبلغ نسبته أكثر من 80% أن يغادر الفنان المغربي سعد المجرد أسوار سجن فالوري في الأسبوع الثاني والثالث من شهر أبريل. وأوضح المصدر ذاته أن انفراجا ظهر في القضية خلال الأسبوع الماضي عقب تحركات الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان التي راسلت العدالة والبرلمان الفرنسي، حيث قارنت في تساؤلاتها بين قضية وقضية اغتصاب طفل قاصر على يد 7 أشخاص تم منحهم السراح المؤقت. وأشار ذات المصدر إلى أن جلسة 11 من شهر أبريل المقبل ستكون بمثابة النقطة التي ستنهي معاناة المجرد داخل سجن فلوراي بحصوله على السراح الاتصال يوسف الإدريسي الكاتب العام للجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان والذي رفض التعليق على إمكانية حصول سعد المجرد عن السراح المؤقت، موضحا أن الجمعية تعمل في هذا الاتجاه فقط، متمنيا أن العدالة مجراها. قناة أخبارك ترحب بكم ونتمنى عمل اشتراك في القناة ليصلكم دائما